بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بنرحب بيكم على قناة أبرار التعليمية والتجارية. هنقدم النهاردة بإذن الله المحاضرة الثانية في المانجمنت، الإدارة باللغة الإنجليزية، المقررة على الصف الخامس التجاري من مدارس الفنية المتقدمة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن النوع الأول من الأسئلة، وإن شاء الله هنحل معاكم كل الاختبارات الموجودة في النماذج، سواء كانت نماذج امتحانات أو نماذج خاصة بالوزارة أو نماذج في الكتاب. وإن شاء الله هننزلها PDF مع كل فيديو. إن شاء الله هننزل الشروحات الخاصة الفيديو الموجود، هننزل مع PDF الخاص بيه. أول سؤال دلوقتي هندخل على الترانسليت. السؤال الأول اللي بيجي في الامتحان: translate the following into English، يعني حضرتك هتترجم العبارات دي، وده سؤال ما يطرش أبدا، هيعتمد اعتماد كلي على حفظ الكلمات. وبإذن الله هقولك على الكلمات اللي اتكررت كتير أو في بعض النماذج علشان نركز عليها وتحاول تحفظها. أول كلمة طبعا وظيفة التخطيط، البلاننج فينيكشن أو وظيفة التخطيط، خطط بلان، المخطط بلينر، جهود منسقة coordinated efforts، وإدارة التسويق marketing management. السوق الكلي total market، إطار عمل موحد uniform framework، المرؤوسين supporters، المنافسين competitors، تنبؤات forecast. والنوع التاني من الأسئلة طبعا translate into Arabic، يعني ترجم للغة العربية. طبعا في الترجمة الإنجليش مش مطلوب من حضرتك غير ترجمة 5 كلمات، والترجمة من عربي لإنجليش برضو 5 كلمات. يلا بينا على نوع سؤال مقالي. أول سؤال في الأسئلة المقالية: مزايا عملية التخطيط، advantages of planning، مزايا عملية التخطيط. أول حاجة هنحفظ الثلاث حاجات بس من مزايا عملية التخطيط. أول حاجة be thinks ahead the manager can من miss of the chance، يعني التفكير المستقبلي للمدير بيقلل من الفرص الضائعة على المنشأة. النوع الثاني: all the department of the organization، يعني التخطيط بيتم على جميع مستويات وإدارات المنظمة أو المنشأة. يعني أنا مش بخطط ودي جزء واحد فقط في المنشأة، لا، التخطيط بتاعي بيكون مستمر، وبيكون كمان على كافة منظمات وإدارات المنشأة. وهناخد سؤال مقالي كمان علشان نبتدي نلم كل الفصل الخاص بالبلاننج اللي هو التخطيط في مجموعة من العناصر علشان ما بيطلعش منها سؤال في الامتحان. 10 principle of effective planning، يعني 10 مبادئ للتخطيط الفعال أو لتخطيط بفاعلية. أول حاجة تطوير التوقعات بالنسبة للمدير وللخطة. تاني حاجة التأكد من سلامة الخطة، كن موضوعيا وحافظ على مرونة الخطة. هنشرح كل الكلام ده بالتفصيل. أول حاجة develop accurate forecasts، يعني حضرتك لازم الخطة تكون متوقعة أي تطورات هتحصل في المستقبل، يبقى تكون خطة مرنة بحيث ان انا اقدر ادخل فيها او عليها كل التغيرات اللي انا متوقعها هتحصل في المنشأة، سواء كانت تغيرات في اسعار، تغيرات في مواد، تغيرات في عمالة، تغيرات في تكنولوجيا. فانا ببتدي اخلي الخطة بتاعتي فضفاضة بحيث ان هي تتنبأ بالتوقعات المستقبلية. التاني أن تحوز الخطة على القبول، لازم إن الخطة يكون فيها جان acceptance for the planning، لازم الخطة تكون تحوز على القبول وموافقة إدارة مجلس الإدارة وموافقة الرؤساء وطبقات الإدارة العليا، لازم تحوز على الموافقة والقبول، وتكون خطة ممكنة الحدوث أو ممكنة التنفيذ. وبعد كده the plan must be sound one، يعني التأكد من سلامة الخطة، وهي لازم تكون خطة واحدة موضوعة، يعني بفاعلية تكون صالحة، والنتائج بتاعتها تبقى أستطيع التنبؤ بيها والتأكد من صحتها. واخر حاجتين تكون موضوعيا يبي objectives، يعني حضرتك لازم الخطة تكون بعيدة عن المصالح الشخصية والاهواء، ولازم الخطة تكون موضوعة لمصلحة العمل مش لمصلحة احد الشركاء.
وبعد كده رقم 5 keep the planning flexibility، يعني حضرتك حافظ على مرونة الخطة بحيث ان هي تستطيع الوفاء بأي مستجدات عليها، ان انا اقدر ادخلها جوه الخطة وابتدي امشي العمل بفاعلية ونجاح. يبقى احنا كده لمينا كل الدروس والموضوعات الخاصة ب سبلاننج فينيكشن. المحاضرة التانية هي اللي في التخطيط. ان شاء الله انتظرونا في حل نماذج على التخطيط في المحاضرة الجاية ان شاء الله رقم 3. سعدت بوجودي معاكم على قناة أبرار التعليمية، وبشكركم جدا على وقتكم اللي انتوا قضيتوه في سماع الفيديو. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.